الفلاحة الطبيعية كتعتمد بشكل كبير على التنوع الزراعي اللي بدوره كيركز على التجاور الزراعي أو الفلاحة المتجاورة. لهذا خص كل فلاح يعرف قبل ما يزرع المكان المناسب لكل خضرة أو نبتة، لأن التجاور بيناتهم كيقويهم وكيخليهم متعاونين، حيث كل خضرة أو نبتة كتساعد الأخرى في مكافحة الأمراض الفطرية والوقاية من الحشرات الضارة، وكتستافد أكثر من مكونات التربة وكتحافظ عليها. بالنسبه للفلاحه المتجاوره هي تخليط واحد الانواع ديال الزراعات في نفس الحقل، يعني ما كيديرش فلاح غير غله وحده ولا فلاحه وحده. علاش؟ لحقاش هذه غتمكنو من بزاف ديال الفوائد، انه ما غاديش يحتاج انه يخدم الارض بزاف، ما غاديش يحتاج انه يخسر فلوس بزاف في الدويات وحوايج اخرى، وحتى الا جا شي مرض ولا جاتو شي آفة الا قدر الله وقطعت ليه على غله، يعني كتكون غله اخرى اللي هي يعني كتكون متجاوره ما كيشد فيها نفس المرض. التجاور الزراعي في الفلاحة الطبيعية كيتجلى بزاف الأنواع، إلا جاورنا الأشجار مع الخضر والنباتات، أو تجاور الخضر مع بعضياتها، أو تجاور كل ما هو بصليات يعني البصلة والثومة والبورو مع بعض النباتات والخضر، أو مجاورة الخضر مع النباتات العطرية أو الطبية. وكل مجاورة كتكون عندها الفيدة والنفع، منها اللي بالعروق ديالها كتستافد من غذاء التربة، ومنها اللي كتشد الأزوت الجوي وكتبعد الحشرات. وبالإضافة للأنواع كاينة طرق كثيرة في التجاور الزراعي اللي ممكن الفلاح يعتمدها. بالنسبه للفلاحه المتجاوره او التعايش الزراعي هو كيعتمد على طرق كثيره. كاينه طرق هو انك تزرع في نفس الخط او لا في نفس الحوض، يعني نباتات مثلا بحال الفجل وبحال الخيزوم ممكن نزرعوهم في نفس كنخلطوا الزريعه نزرعوها في نفس الخط او لا نفس الحوض. كاين مثال اخر هو ديال الذره مثلا مع القرعه، يعني هنا كنزرعوهم في نفس الفدان وتا الذره كتظلل على هذيك القرعه. هنا كاين طريقه اخرى هي طريقه ديال الصفوف، يعني صفوف كل نوع من الخضر ممكن اننا نديروه في صف بوحده. كيبقى للتجاور الزراعي الفضل الكبير في الحصول على خضر ونباتات طبيعيه وغنيه وعندها جوده عاليه، وكيلعب التجاور بالاضافه لهذا الشيء العديد من الادوار المهمه. بالنسبه للتجاور الفلاحي ولا التعايش الزراعي يعني عنده عده ادوار. يعني في الاول كيمكننا من تفادي تعب التربه، يعني ديك الارض ديالنا ما كتعياش بزاف لحقاش فيها بزاف ديال الانواع ديال النباتات، واللي كيستغلوا يعني الدور الثاني هو انه استغلال الغذاء ديال اللي كاين في الارض بطريقه اللي هي احسن. كاين الدور الاخر هو تهييج الحياه البيولوجيه، دوك الحشرات اللي كاينين في الارض اللي كيعاونوا الفلاح وهذا يعني كيتهيجوا، والنتيجه اللي هي احسن هو انه كتكون حتى الجوده ديال المنتوجات ذات جوده عاليه وكتكون صحيه وما فيهاش سموم وخاليه من كل ما هو كيضر بالانسان.